ازيكم واهلا بكم في الجزء التاني من سلسلة فيلم حكاية لعبة اللي بتبدأ بوودي اللي بيدور على طاقية الكاوبوي بتاعته لحد ما يلاقيها ويلعب كالعادة مع أندي اللي بيوقف الجيش والحصالة الشريرة، ولكن المرة دي اللعبة كانت قاسية حبتين تلاتة ودراع وودي بيتقطع وللأسف اتركن على الرف. ده شيء مرعب جدا لأي لعبة لأن الألعاب المركونة مصيرها تترمي في الزبالة، ودي هتكون أول مرة أندي يروح رحلة الكشافة من غير وودي اللي طول الليل يتخيل حياته بعيدة عن أندي وسط الخردة المتوحشين بقى واللي بيضربوه ويعذبوه، ويصحى يلاقي نفسه مركون جنبه ويزي. برضه لعبة باظت من زمن واتركنت ويقطع كلامهم دخول الأم عشان تلم الألعاب البايظة أو الغير مستعملة بقالها فترة كبيرة، ولكن كان من ضمنهم ويزي. ولكن وودي بما إنه الريس كان لازم يعمل مهمة إنقاذ بنفسه ويستعين بزعتر الكلب وفعلا ينقذ ويزي، ولكن يورط نفسه هو مكانه ويجي راجل غريب عينيه على وودي كده وطمعان فيه فيشتت الأم ويعمل عملته، وبكده يتم اختطاف وودي أمام باز يطير والجميع اللي قلقانين عليه بما إنه طبعا رئيس جمهورية الألعاب. ولكن باز بيقدر من أرقام لوحة سيارة الحرامي يعرف إن هو الشرير أبو فرخة صاحب متجر الألعاب اللي طول عمرهم بيكرهوه أصلا. ولكن المختطف وودي حظه طلع من السما، يا بخته بالصدفة هناك بيقابل حصان رهوان قوي أصيل اسمه بلبل يحبه من أول نظرة. لا, لا, لا، وكمان بيقابل بنوتة اسمها جيسي شبهه كده ونفس لبسه ونفس موضوع الكاوبوي بتاعهم والكلام ده كله، بتحضنه وبتبوسه وشكلها راحت عليك يا سندريلا خلاص. وكل ده ودي مش فاهم هما فرحانين بيه قوي ليه كده وازاي اصلا عارفينه بالاسم كمان وايه ده، وتظهر الحقيقة وابو فرخة ده محتفظ بكل ألبومات صور وجوائز وودي لعبة الموسم صاحب الجوائز والبطولات واللي صورته على كل غلاف وعلى كل حاجة وكل الأطباق والكوبايات واليويو كمان والزمزميات واللعب ولعبة الفقاعات. تقريبا كان اللعبة المفضلة للأطفال كلهم، عشان كده عادي كان بيعشقه. ومعاه في الصور الراجل الكبير ده ومعاه طبعا جيسي وبلبل، واضح انهم كانوا عيلة مترابطة زمان. ويشوف تتر الإعلان على التلفزيون لما كان مأمور للقرية والكل بيحبه وبيحترمه، ده طبعا قبل ما يترقى ويبقى رئيس جمهورية الألعاب. لكن وودي بيقول لهم انه مش هيقدر يكمل هنا، لازم يرجع لأندي صاحبه. وقتها بتتضايق جيسي لانهم متخزنين يا عيني بقالهم سنين وممنوعين من العرض، طبعا بسبب اختفاء نجم العرض نفسه وانهم كده ملهمش اي 30 لازمه. وهو وودي كأنه كده بيتخلى عنهم، ولكن يدخل عليهم بفرخ المزعج واللي يجمعهم من تاني عشان يتصوروا ويعملوا دعاية للعرض المسرحي الجديد. ولكن بذكائه يشد خيط وودي ويقطع دراعه خالص، ولكنه يتصل بالمتخصص عشان يجي يصلحه. وشكله كده مهندس قوي في نفسه، بيبدأ يفتح بقى شنطته ويطلع منها أدراج كده من كل حتة كتير جدا يمين وشمال وفوق وتحت، ويمسك وودي في كرسي الصيانة ويبدأ بقى يعني درج العيون لا درج الأيادي لا أيوه درج النضارة، ويرفع له الكرسي ايه ده هو هيحلق له ولا ايه. طيب نبدأ بالصلاة على النبي. تلميع العيون تمام، يعني تسليك الودان تمام برضو لأن وودي كان سمعه تقيل اليومين اللي فاتوا، ونعمل له بقى خدوده حمرا عشان بيتكسف زمان لما كانت سندريلا بتبوسه، دلوقتي بقى جيسي كمان بتبوسه. وعلى رأي الأغنية كل البنات بتحبك كل البنات حلوين، طبعا يا سيدي يا بختك وانت اللي زيك مين. ونعمل له بقى زرع شعر لأن القرعة بدأت توسع شويتين كده. ونبدأ بقى أهم عملية جراحية وهي تخييط دراع وودي بالإبرة والفتلة كده وبالشفا يا ريس، ونديله بقى تلميعة كده للجزمة. ولكن للأسف تم مسح توقيع أندي وبكده وودي مبقاش ملك لأي حد. ولكن الحمد لله على السلامة يا ريس، رجعت فابريكا كده أحلى من الأول. وناخد بقى الصور بقى اللي هتأكلنا الشهد بقى وتكسبنا كده، وودي فرحان بستايله الجديد ونظافته وشياكته. ولكن جيسي متضايقة وزعلانة إنها هترجع لوحدها تاني وهتتخزن بعد ما أخيرا لقيت حبيبها وودي، وبتقول له أنا كنت زيك كده زمان، كنت لعبة بنوتة مفضلة جدا، ليل نهار بتلعب معايا وبنلعب مع بعض نلعب ونحكي حواديت ونطلع رحلات وكشافة لحد ما كبرت خلاص وكل اللعب اتبدلت بمكياجات بقى واكسسوارات والميك ابس والحاجات دي كلها. وفجأة بقى علينا تراب وبقينا خردة ألعاب واترمينا كلنا. عشان كده قلت لك إيميلي صاحبتي هي أندي صاحبك، كلهم لما هيكبروا هيبيعونا زي في الخردة وهنتنسي، هي دي سنة الحياة. ولكن أخيرا ودي اقتنع بكلامهم وإن حرام يرجع يفرقهم تاني، ويقرر إنه يكمل معاهم على طول ويقفل سكة أندي دي خالص تماما. وكده مبروك جيسي غلبتي سندريلا بنفسها. ولكن من ناحية تانية المواطنين بزعامة باز مؤقتا طبعا اتفقوا على رحلة إنقاذ رئيسهم وودي، وطبعا
تركوا تأمين باقي المواطنين والحدود للجيش، وينطلقوا فريق الكشافة ويفضلوا يمشوا بالليل، وكمان يطلع عليهم الصبح والعزيمة ضايعة خالص، شكلهم كده هيبيعوا رئيسهم. لكن الحمد لله أخيرا وصلوا، ولكن عبور الطريق السريع ده عايز لعبة صابوي عشان يعرفوا يعدوا، ولكن يلبسوا قراطيس المرور كده ويعملوا شوية حوادث بالهبل وينجحوا في العبور. ولكن ما شاء الله وقفوا المدينة بالشارع بكل حاجة وعملوا حوادث كمان، ولكن مش مهم، ده الرئيس يا جماعة. وأخيرا وصلوا لمتجر الألعاب. واو! متجر كبير جدًا مليان ألعاب بالآلافات وكله بيدوّر في حتّة، بس باظ لها صدفة رهيبة، لقى قسم ألعاب باظ يطير كلّهم زيّه، حتى السفينة الفضائية بتاعته، بس خلاص باظ عِقل وعرف إن كل ده مجرّد لعبة مش حقيقية زي ما كان فاكر في الجزء الأول، واتعامل مع باظ تاني بس يا حرام لسه فاكر نَفْسه حقيقي، ويضرب باظ بتاعنا وكمان يحبسه في شنطته. ونرجع بقى لباقي فريق الكشافة اللي بيدوّروا ولكن في حفلة باربي مع الرقص بقى والشخلعة والبيسين وحمامات السباحة والدنيا دي كلّها، وتاخدهم باربي المرشدة اللي تتغزل في أستاذ بطاطس، مدام لو شافتك هتعمل منّك بطاطس مهروسة. ويبدأ رحلتهم ويلحقهم باظ المزيف أمام عيون باظ صاحبنا اللي شكله هيطول في الحبس شويتين كده، ويوصلوا للمكتب المختطف ده اللي يشوفوا معاه صور وودي ويدخلوا جوه شنطته كلهم عشان يعرفوا مكان وودي فين. ولكن باظ صاحبنا قدر يفلت من الشنطة ويشوفهم ويجري وراهم، ولكن ما خدش باله إن فتح علبة زورج شرير عدو باظ اللدود، ويتعقب مكان فريقه ويمشي وراهم ويلاحقهم لحد ما يوصلوا أخيرا لمكان وودي المبسوط جدا وبيلعب مع أصحابه الجداد ولا على باله أي حاجة أساسا. ولكن فريق الكشافة يقتحم بقوة راس تنين تريكس ويحموا رئيسهم من الألعاب الشريرة بالنسبة لهم هم، وياخدوا وودي ولسه هيهربوا هوب يوقفهم باظ يطير صاحبنا الحقيقي مش المزيف اللي معاهم، واللي بحركة سريعة كده بيكشف كذب باظ المزيف. هو لكن مفيش وقت لازم يهربوا بسرعة، بس هودي مش عايز يهرب، هودي فرحان بحياة الشهرة والعالمية وفرحان إن عنده أسرة كاملة جديدة بتحبه وإنه بقى نجم كبير مش مجرد لعبة لطفل. وللأسف شكلها كده خلاص وداع للريس وده استقال من منصبه. أول مرة أشوف رئيس صراحة بيستقيل من كرسي العرش يعني، يزعل المواطنين ويمشوا ويسيبوه، ولكنه يرجع لعقله التاني ويقرر إن هو يرجع لأندي صاحبه المفضل بس مش لوحده، لأ مع أصحابه الجداد كمان عشان نبدأ حياة جديدة ونعوض اللي فات. ولكن الجد الملقب ده كان له رأي تاني، طلع هو شرير وحبس وودي جوه وبعده عن صحابه القدام كمان ويحبسه جوه الشنطة عشان يبقى مفيش مفر لودي خالص. اللي راحوا المطار خلاص، ولكن سيارة البيتزا في الطريق، حد عايز مننا بيتزا مارجريتا؟ سواقة الألعاب الخطرة يا جماعة برضه شرسة جدًا، جدًا يعني، ولكن يوصلوا ويدخلوا مسار الشنط كمان، وهناك يدّوا للجد الملقب ده درس كده وكام بوكس لا يمكن ينساه أبدًا، ويدّوه للطفلة صغننة كده هتعمل له مكياج زي باربي المخيفة اللي قاعدة جنبه. ولكن لسه فاضل جيسي اللي لسه محبوسة في الشنطة، وبتطلع الطيارة اللي هي بتطلع كمان، ويجري وودي وباز بحصانهم البلبل الرهوان ويحصّل عربية الشنطة، ولكن وينقذ جيسي اللي يا عيني خايفة ومرعوبة من البيت الجديد. ولكن وودي بيطمنها إن أندي عنده أخت صغننة هتحبك برضه أوي كمان، ودي حاجة طيرتها من الفرحة. وبمناسبة الطيران، الطيارة خلاص طارت ويحاول وودي إن هو ينزلوا من الطيارة اللي بتمشي بسرعة جدا، ولكن باز وبلبل لسه موجودين والحمد لله. ودي يقدر ينقذ جيسي ونفسه كمان ويفلتوا من الطيارة ويرجع أندي بالليل يدور على لعبته المفضلة وودي، ولكنه يلاقي اللعب كلها في انتظاره. ودي كانت أجمل يوم لأندي يلعب فيه، وكمان لجيسي اللي أخيرا لعبت تاني وانبسطت في أسرة جميلة جدا. ولكن صاحبنا باظ عينه من جيسي كده اللي لسه ما جايه لهم جديدة وبيحاول يظبط المسائل معاها. والريس وودي طلع مخلص الحمد لله لحبيبته سندريلا، وعم بطاطس يرجع للمدام بتاعته والحمد لله ما عرفتش موضوع باربي ده. وكده الحمد لله على سلامة جميع المواطنين وفريق الكشافة والرئيس بتاعنا طبعا. أشوفكم في الجزء الثالث إن شاء الله، أخوكم مؤمن، مع السلامة.